السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة العروبة. إلا كنتوا جداد في القناة مرحبا بكم، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نخليكم مع الفيديو. أهلا بكم من جديد. المنتخب المغربي مشاهدينا يتدارك في الشوط الثاني ويسجل هدفين وينتصر ب4 أهداف مقابل 2. طبيعة الحال مباراة بين البرازيل انتهت لتوها، وعرفت دخول نيمار في اللحظات الأخيرة كأول مشاركة وظهور له في كأس العالم في هذه النسخة. إذن المنتخبان البرازيلي والمغربي يحققان الانتصار الثاني في هذه المجموعة. البرازيل في الصدارة متبوعة بالمنتخب المغربي الذي كما أشرت تدارك بعد شوط أول شهد بعض الأخطاء على مستوى الدفاع، وفي الشوط الثاني وعلى إثر عدد من التغييرات تمكن المنتخب من قلب النتيجة وسجل هدفين عبر البديلين رحيمي وياسين جاسم. شوط أول في كثير من المعاناة والأخطاء، ظهر الوجه الحقيقي في الشوط الثاني. قلبت الطاولة على هايتي وانتصر الأسود ب4 أهداف مقابل هدفين. انتصار مشاهدينا هو الثاني على التوالي بعد الفوز على اسكتلندا، السابع في تاريخ مشاركة المغرب في كأس العالم، والأهم أنه يمنح المنتخب بطاقة العبور إلى دور 32 وصيفا للمجموعة الثالثة خلف البرازيل التي أنهت الدور الأول بانتصار بثلاثية على اسكتلندا لتتربع على الصدارة في انتظار معرفة المنافسين لهما في دور 32. لاعبي منتخب هايتي بعد الخروج من هذه المسابقة في مباراة كانت تحصيل حاصل بالنسبة لهم، لكنهم تمنوا تحقيق الانتصار أو النقطة الأولى في مشاركتهم الثانية والأولى بعد 52 عاما. تفضل الكلمة. كما كنت أقول، إذن نحن كنا أفضل في استغلال الكرة عند الاستحواذ في الشوط الأول بصراحة أكثر من الشوط الثاني. في الشوط الثاني رأيت بأننا كنا متسرعين قليلا في الأمتار 30 الأخيرة أو آخر تمريرة أو آخر لمسة. صنعنا الفارق رغم ذلك وتمكنا من تسجيل هدفين للفوز بهذه المباراة في نهاية تدريب ممتاز من قبل المدرب، خيارات جيدة وصائبة خاصة في الهدف الأخير. 3 لاعبين الذين دخلوا شاركوا في هذا الهدف: عز الدين وسفيان رحيمي وياسين جاسم. لذلك هذا جيد، نقاط إيجابية تستنتج من هذا الانتصار من هذه المباراة. كل شيء لم يكن ممتازا، ولكن نرى أنه حتى عندما تصعب الأمور نحن نفوز رغم ذلك، وهذه قوة المجموعة والمنتخبات الكبيرة. فرناندينيو انتصار برازيلي ثاني على التوالي، كذلك ثلاثية، دخول نيمار، أمور إيجابية كثيرة بعد تصدر المنتخب البرازيلي هذه المجموعة. نعم، بدون أدنى شك البرازيل كانت تطور من مباراة لأخرى. طبعا المباراة الأولى كنا نتوقع الفوز، ولكن المباراة الثانية لعبنا على الطريقة البرازيلية، وهذا يثبت بأن البرازيل مرشح قوي للفوز بكأس العالم. نعم، هناك العديد من الأمور الإيجابية مثل دخول نيمار، ولدينا لاعبين مثل فينيسيوس جونيور وهندريك. لذلك أنشيلوتي لديه العديد من اللاعبين المميزين الذين بإمكانهم أن يمثلوا قوة هجومية ضاربة. كابتن يوسف، نشاهد كلمة وهبي في نهاية هذا اللقاء. صحيح الأهم تحقق قصة التتويج منذ آخر لقب عام 2002، وهي آخر فترة جفاف يعيشها أو أطول فترة جفاف يعيشها المنتخب البرازيلي منذ ذلك الحين على مستوى التتويج باللقب، والذي يتوفر على 5 ألقاب وكان دائم المشاركة في كأس العالم. سنعود لنتحدث عن المباراتين بالتفصيل، لكن بعد فاصل قصير. تفضلوا بالبقاء معنا. قد يكون حاضرا في المباريات المقبلة في أول أدوار خروج المغلوب. دعونا نتابع وإياكم الترتيب النهائي بعد إسدال الستار عن هذه الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة. البرازيل متفوقة بالأهداف على المغرب في الصدارة وكلاهما ب7 نقاط. اسكتلندا في المركز الثالث ب3 نقاط، ولا زالت تنتظر باقي المباريات في المجموعات 12 لكي تعرف مصيرها. هل يمكن أن تتأهل من بين المنتخبات 8 التي ستحتل المركز الثالث، أو أفضل 8 منتخبات ستحتل المركز الثالث بطبيعة الحال؟ نعود مشاهدينا لمحللي قنوات بين سبورتس، وأعطيك الكلمة كابتن يوسف. قراءتك لهذه المباراة، هل يجب أن نركز على إيجابياتها أكثر أم نحقق في سلبياتها تحسبا لما هو قادم؟
اول شيء مبروك للمنتخب المغرب، مبروك للجمهور المغربي التاهل للدور الثاني، مبروك للفوز والحفاظ على ديناميكيه الفوز. مهم ان نفوز في المباراتين، اظن اول مره في التاريخ نفوز في مباراتين وتعادل مباراه، 7 نقاط في هذه المجموعه. الشوط الثاني كان طبعا مختلف، الكثير من الايجابيات امين. اول شيء ردة الفعل بعد الشوط جيد على المستوى الهجومي لكن كان سيء على المستوى الدفاعي. ردة الفعل بعد التأخر والعودة في النتيجة. ردة الفعل بعد التغييرات المدرب لوهبي دائما قراءته ممتازة جيدة للمباراة، رغم أن كانت هناك تغييرات أعطى فرص أكثر من لاعب، 4 تغييرات على التشكيلة الأساسية، لكن الشوط الثاني أعطى فرصة أكثر لبعض اللاعبين الآخرين يشاهدناهم أكثر، خصوصا جاسين الآن يسجل، يصبح أصغر لاعب في تاريخ المغرب يسجل في كأس العالم، وأول لاعب في المغرب يسجل في كأس العالم الشباب وفي كأس العالم الكبار. نعم، والحكيمي كذلك اليوم اللي كانت مباراة كان أفضل لاعب في هذه المباراة، وحكيمي كذلك يسجل هدف الأول في كأس العالم بعد صحيح المشاركات الأخيرة وسجل في البطولات المجمعة كلها طبعا، دوري الأبطال على مستوى كأس إفريقيا، الأولمبياد والآن في كأس العالم. نعم، شيء جيد وشيء مهم، وهذا شيء إيجابي. الكثير من الإيجابيات صراحة، يعني كانت هناك بعض المشاكل خصوصا في الشوط الأول، وهذا شيء طبيعي، يعني كثرة التغييرات. شاهدنا بعض أحيان لم نكن شرسين في النواحي الدفاعية، بعض اللاعبين ما قدموش الأدوار الدفاعية وتكلمت عليهم بين الشوطين، لكن دخول اللاعبين كما قلت، دخول رحيمي، دخول أناحي، دخول جاسم أعطوا إضافة أكثر، خصوصا على المستوى الهجومي، خلقنا فرص أكثر وأصبحنا متحكمين أكثر في المباراة. وهنا الأهداف دائما تأتي من الأطراف، عمل كبير لرحيمي اللي قدم مباراة جيدة عندما دخول وسجل هدف، وكان وراء هذه التمريرة للاعب جاسم اللي شاهده. أنا سعيد لهذا اللاعب لأنه صغير السن لكن بمؤهلات كبيرة، براءة في وجهه والابتسام، هذا صغير ومحبوب من طرف الجميع، وعنده مستقبل كبير. هذا هو الشيء الجيد، أن وهبي اعتمد في تشكيلته وفي مجموعته على لاعبين شباب، لاعبين خبرة، لاعبين تجربة، وشاهد التجانس. كما قلت فوز مهم، 4 أهداف، مع العلم احنا خلقنا فرص كثير. صحيح، اليوم سنعود إليها 4 فرص، كان المفروض نسجل 6 و7 أهداف، لكن تسجيل 4 أهداف شيء جيد وشيء إيجابي، لأن أول شيء المباراة الأولى سجلنا هدف، ثاني مباراة سجلنا هدف، لكن اليوم سجلنا 4 أهداف. لكن الشيء الآخر اللي يعني صحح، لازم أن مستوى الدفاع شيء طبيعي، أن هناك لاعبين زيادة على لاعب وسط الملعب اللي كان غايب كذلك، بوعدي مع مزراوي، ومع اللاعب قلب الدفاع عناوي، أيوب ديوب، عيسى ديوب. نعم، غيابهم يمكن تأثر الفريق من النواحي الدفاعية، وحتى في التحولات هايتي كذلك لازم نشيد به، نقدم مباراة كبيرة على المستوى، لأنه يلعب بدون أي ضغوطات. آخر مباراة يريد خروج من البطولة بفوز معنوي، الأول فوز في كأس العالم. كل هذه الإيجابيات أظن في مصلحة الفريق، والآن علينا أن نرتاح، أن نحاول أن نسترجع، لأن هناك المباراة المقبلة سننتظر مجموعة هولندا واليابان ترتيب كيف حتى نستعد للمنافس بشكل منافس القادم. شكرا على المشاهدة، ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس. نشوفكم في فيديو جديد، سلام.